اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وربنا يصلح حالكم جميعا ويكرمكم ويوسع عليكم. احنا رايحين نعمل ايه دلوقتي؟ فمحمد مصطفى بقى ايه معاه ناس قد احنا فيه ناس انفرع تتنقل عندنا، يعني هيخلصوا يعني دراسه الذره اللي هو ايه لا مؤاخذه للمواشي. فانا ايه هنعمل لهم بقى لقمه سريعه كده. هنا برضو هنا خيار وطماطم وخضره، وهنا يعني برنجان انا مقشراه برضو وهقليه، وهنا برضو الحشو بتاع بتاع الماء يعني التملحه بتاعته، وهنا هنقلي برضو فلفل، وهنا بطاطس برضو هسلقها واقوم عامله لها ايه حبه زيت بفص توم وهرس، لان النواشف ممكن تنغبت شويه بتبقى ايه زي بتقوم طريه كده ما تبقاش حلوه، لكن دي بتبقى المكموره دي حلوه. وبرده الفول ده هقلله، وهنا برده خرطتين جبنه، وهنا بيض برده معايا هسلقه، وهنا ايه دي اكله سريعه سريعه كده بسرعه بسرعه. فبرده الشغال برده ما ينموش الا لقمته. فهو دي زي ايه زي عشاء كده، لان هم ايه لسه يعني هيسرحوا لسه ايه هيتاخروا لسه، يعني مش هيشتغلوا دلوقتي. يعني ده هتبقى لقمه سريعه كده ايه خفيفه كده ايه يعني لانها حته صغيره مش يعني مش مكملين ساعه يعني. فبرضو ايه هنعمل ايه الغدا بقى بتاع اللقمه السريعه ديت ونرجع لكم تاني. لان انا ايه انا قلت هخمرها بشويه زيت وفصين توم كده احمرهم او بحط عليهم ايه عود شبت وكزبره كده ايه خضره برضو. فاحنا هنولع عليها برضو تتسلق الاول، وهنولع على البيض، وفي ثانيه في ثانيه كده برضو هنقلي البرنجان عشان ايه حاجه سريعه سريعه كده يعني. حبايبي يا حلوين، شجعونا شويه بقى يا حبايبي بقى ايه، لان احنا بقى اليومين اللي فاتوا دولت احنا كنا مشغولين في الشغل. احنا بقى ايه ساعه ما نخلص بقى موضوع الذره بقى عندنا، على ما يبقاش عندنا بقى الا الرز بقى بعد كده. كل سنه وانتم طيبين. وده بقى ايه موسم الفلاح بقى يا جماعه، يعني ايه لازم اللي بيتعب في الحاجه واللي بيتعب في حاجه بيلاقاه. فربنا يرزقكم ويرزقنا ويرزق كل من كان يا رب، ويوسع عليكم وعلى اولادكم ويصلح حالكم ويديكم الصحه يا رب. انا بقى هنا اهو تمام نغسل البهارات برضه بتاعتنا. نشطفها حاطين بقى ملح في الميه، واحدة لسه من غير تقشيرات ده نقطعها تاني. نحط لها ملح برضه هنغطي عليها. نسلق برضه نولع على البيض برضه. نشوف البيض برضه ايه قبل ما نسلقه. كده بقى معانا ايه هنولع على الفلفل يتقلى برضو والبرنجان برضو اللي يجيبوا راحته كده عشان ايه ياخد وقت. كده بقى احنا قلنا رشين ملح بقى على البرنجان، فانا رشيته برضو بميه اهوت. طلع الميه اللي هي الغامقه اللي فيه بقى، وبرضو ايه نحط المصفى برضو يسرى اهو.
غسلين بقى الخيار بتاعنا اهو، هنحطه برضه ايه، هو كده نشف من ميته برضه اهوت. فاحنا بقى ايه هنحط ايه برنجان كده برضه، لان نحط رش عليه بقى ونجيب له ورق نحطه عليه بقى كده بقى ايه. نرجع لكم تاني بقى مع حمر البرنجان. البرنجان بقى نوطي عليه مش معدلين عشان ايه، ما يعني ايه لازم البرنجان بنقعد عليه ما بنعليش قوي عشان يستوى براحته كده. انا برضه هحطه اهوت ونوطي عليه النار شويه. هنا بقى يا حبايبي احنا عملنا ايه، احنا كده برضه عملنا طماطميتين وقرن فلفل كبير للفول. لان الفول دي انا بقى ايه عاملاه هنا بصنع ايديا بقى، انا فرمته في الخلاط لان انا اللي عاملاه هنا ايه مدمس هنا بدمسه انا هنا، وبعمل يعني شويه كتار وبقوم عينهم في الفريزر وبطلع منهم بالطلب كده ايه. فدي جت حاجه مفاجاه برضو ليا هنا في ثانيه. كانت الحاجه ما والله ما طلعت جبت حاجه من بره الا الخيار والطماطم والخضر والبرنجان والفلفل. فعشان ايه احنا كده نهايه الاسبوع هيبدا الاسبوع عندنا ايه اخر الاسبوع بكره يوم الاثنين بقى بيبقى السوق بتاعنا بقى بنجيب اللي احنا عاوزينه منه. فاحنا هنا برضو ايه هنقلل الفول الاول وبعد كده ايه ههرس ايه البطاطس دي واعمل لها فص ثوم وشويه كزبره خضراء واحطهم عليها. فبقول لك ايه اول نارك تسبق بارك، يعني مسافه عن ما شاء الله يعني ما غبتش ولا حاجه، يعني اكله سريعه سريعه كده في ثانيه في ثانيه. احنا بقى نسينا نقول ربنا ينصر فلسطين وغزة والسودان واليمن، ربنا ينصرهم نصرا قويا يا رب، ويشفي كل مريض يا رب واحنا بالجملة. اي حد تعبان او هو اي حاجه بيبقى البيت كله تعبان بجد يعني وياه، مش نفر واحد بس هو اللي بيبقى تعبان، لا العيله كلها برضه بتبقى متنكده. فربنا يشفي الناس كلها يا رب وما يدخلش لحد غم في بيته، ويرحم اموات المسلمين يا رب كلهم، ويرحم الحاجه سعديه لان هي برضه يعني هي معوداني اي حد يجي يشتغل في البيت هنا او في الغيط لو نفر واحد تقولي لو بتموتي تعملي له اكل. فانا والله انا عامله بالوصيه والحمد لله. هي اكل بسيط برضه بس اي حاجه برضه بتفسق يعني بتبقى سبحان الله بتبقى حلوه، والشغال مبلوبه للقمته، اكن اللقمه ديت احسن من اللحمه عنده في الغيط والله. فربنا يصلح حالكم ويوسع عليكم جميعا ويرزقكم، واي حد برضه عنده شغال يا جماعه بيغفق بيبلط، فالشغال ملوش اللقمه اللي هو بياكلها ده الفلوس بتروح بس اللقمه هي اللي ايه والله ده انا كلت عند فلان كذا. ده الله يصلح حاله وادعي دعوه حلوه كده يجعلهم من نصيبكم الدعوه الحلوه اللي اي حد شغال يدعي لي بكفايه على عند ربنا دي. فهي كلها حاجات بسيطه خالص والله والحمد لله رضا، وهي قاعده ما تتقطعش لاي شغال هنا في البيت هنا. فاحنا برضو هنا ايه هننزل بتاع الفلفل هنا والطماطم برضو هنا ايه فوق من اهوت. احنا برضو ايه اهو انا خدت كان المفروض انا خدت حطيت الفلفل الاول بس الكلام خدني وياكم فاحنا برضو ايه هنسبك الطماطم ونحط الفول بتاعنا وهنحط له برضو شويه كمون وشويه كزبره، واللي عاوز بقى يحط ريحه شطه ولا حاجه. فانا خايفه اللي عاوز يكون هادئ يعني انا هقول الاول اللي لقيت الفلفل مش حار هنحط ريحه شطه صغيره كده نقطع عليها برضو ونهرس بقى ونقشر ونجيب بتاع هنا برضو اللي جايبه ايه ب10 جنيه ربطه الشبك لان الشبك ممنوع يعني دي يعني احنا قعدنا في غلا يوسف يا جدعان ديت ب10 جنيه. ايوه والله جايباها ب10 جنيه الصبح. فحاجه يعني سبحان الله يعني ربنا يرزق كل من كان، بس هو الشبك ايه ممنوع شويه يعني لان الجو حر والشبك في الحر ما صحش الزرعه نشفت يعني. فهي الزراعه ربنا يرزق الناس كلها يا رب ويعوض عليهم الزرعه بتاعتهم كلها. اكتريه الزرع بيقعد الذره فيه دوده
اللي كان زارع شويه، احنا يا جماعه كنا زارعين شويه جرجير ما لقيناهمش في الارض، طفشوا. يعني الحر كلهم يعني. نغسلها بقى وبعدين ايه نبقى نحط تفرطها تنعنع شويه. ما نشوف حبيبه هتيجي من الدرس تيجي معايا ولا ايه؟ كانت بتقول لي هاجي واكل ايه؟ نودي اللقمه دي للانفاق. تتسلق شويه وبعد كده ايه نجيب. نرجع تاني بقى للبطاطس، اخر حاجه بقى البطاطس، وبعد كده بقى ايه نحط العيش والحاجات بتاعتنا بقى نعبيها في الوعي الصغيره اللي هناخدها ديت ونمشيها. كده بقى يا حبايبي اخر حاجه بقى ايه في البتاع بتاع البطاطس بس هي اللي لسه معايا، وهنوري لكم ايه بقيه الاكل اللي احنا عملناه. اكله نواشف بس خالد ما شاء الله يعني ايه واخد ايه. فانا هنا بقى الوقت هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ دي يعني شويه زيت، فانا برضو دقه فص توم هنا اهو، هنا كده اهو. فبرضو دي ايه حبه شبت على كزبره برضو هحطهم على الايه على البطاطس. انا برضو هحطهم هنا برضو اهوت ايه عشان ايه ما يبقوش، لان البطاطس اصلا مش هي مستويه اهي، فهتخليها برضو ريحتها حلوه. وهنحط لها ريحه شطه حمرا برضو عشان تبقى ايه ريحتها حلوه كمان بالكزبره والفص الثوم اهوت. بعدين نعلي عشان الفص الثوم ما يتهفش. انا هرسى البطاطس اهي، انا سلقتها بقى زمان وريتها لكم كده، انا سلقاها اهي. وتهرسها برضو باي حاجه نضيفه، هرستها برضو بايه اهي. وبرضه انا ما عملتش البطاطس كلها يعني، انا سبت برضو ايه اللي هيحمر برضو هنا ايه، سبت برضو شويه منها اهي اللي ايه انا هحمرهم بقى للي عاوز ياكلها كده متحمره. في المثل بيقولوا اول نارك تسبق جارك، يعني هو ما شاء الله كل الطلبات ديت ما خدش مني حاجه، يعني ايه ما خدش وقت ولا حاجه اهي. هنحط لها ريحه شطه برده وشويه فلفل اسمر برده ايه لو هي يعني ايه ناقصه ملح ولا حاجه هنحط لها شويه فلفل اسمر. هنا برده ايه هنحط شويه شطه هنا عشان نولع الدنيا. الشطه دي بقى انها نار عشان ببقى جاشم معاها كده، بتبقى ريحتها ايه صعبه قوي كده. بقى ايه البطاطس المهروسه دي هي اللي فيها العافيه كلها، لان ايه يعني الجيل اللي طالع دي ما كانش بطاطس مهروسه، ما كانش كله جيل شيبس اللي طالع وناينتي فاحنا الاساس برضه، احنا هنا الاساس يعني الناس اللي اتربت من زمان دي كلها خير وكلها اساس وحلو. يعني ايه كان يعني كنا بناكل كل حاجه، عمرنا ما اتبطلنا على اي حاجه. الوقت بقى العيل يقول لك لا انا مش واكل دي ومش عامل دي، ورخر ايه ما فيش فيه ريحه العافيه اهي. فاللي عاوز برضه يكتر لها زياده شويه يكتر لها، فانا ما اقدرش اكتر لها برضه عشان دي ناس شغاله ما تطلعش على قلب اللي بيشتغل برضه اهي. كده بقى ايه هنوريكم المقادير بتاعتنا. كده بقى دي البطاطس اهي، دي البطاطس اهي، دي البيض برضو احنا سلقناه اهو. هنا برضو البرنجان والفلفل انا حاشياه اهو برضو اهو، انا ما كترتش برضو فلفل برضو اهو لان البرنجان برضو كتير وهم ايه انفار مش كتير ولا حاجه. ودي الفول بتاعنا بعد ما قللنا اهو، عملت له زمان البصله وبتاع زمان عملتها قدامه، والجبنه والخضره، وده العيش بتاعنا وده الخيار وده الطماطم. فكده بقى ايه كده خلصنا ايه المقادير بتاعتنا. ويا رب الفيديو بتاعنا بقى يعجبكم وينول رضاكم. ادي البطاطس اهي
هنغطي عليها برضو لان انا هاخد الوعي ديت زي ما هي كده ايه. هنسقعها كده بقى واخد شويه تصحن وشويه بتاع. ومعلقه برضو اعمل بقى البطاطس والحاجات دي. فيا رب الفيديو بقى بتاعنا يعجبكم وايه وينور بالكم. والدعوه الحلوه ربنا يديكم الصحه جميعا واصلح حالكم واصلح حال ولادكم يا رب. وما يعني شجعونا شويه يا جماعه، انتوا برضو اخواتنا وحبايبنا. واحنا برضو ايه والله بدعي لكم من كل قلبي وبحبكم من كل قلبي، لان انتوا اللي بتدونا القوه نشتغل وبندينا فكنا اشتغلنا يعني برضو جه تعب الحاج مصطفى شويه اللي عدوا دولت، فاحنا ما كناش بنشتغل حلو برضو، واحنا عندنا برضو هنا موسم شغل. فبرضو ايه ساعه ما نفوق ونخلص كده ان شاء الله هنبقى ايه نرجع تاني زي ما كان. فكده برضو ايه كده نهايه الفيديو بتاعنا ولا لسه ما خلصش. فكده بقى باي باي يا حبايبي. احنا بنقول ده احنا هنصور لو في وقت هنصور لكم في الغيط. انا كنت اصلا كده السرحه وياهم، فكده ما عادش وقت بقى. فكده بقى بالسلامه يا حبايبي، وما تنسوناش بقى في اللايك والاشتراك عشان نقدم كل جديد. ويا حبايبي بقى ايه في الدرس الوقت ما لحقتنيش. يلا. الميكروفون ده بندعي على ايه؟ ولا ده العصر؟